الاستفتاء التي أجرته جريدة يمن سبورت عن الفائزين بألقاب نجوم الكرة اليمنية. ومعنا على الهاتف مشاهدينا الكرام لتسليط الضوء الأستاذ فرحان منتصر رئيس تحرير جريدة يمن سبورت الإلكترونية. أهلا وسهلا بك أستاذ فرحان. نعم معك. أهلا وسهلا بك. حياك الله وسلامك. شكرا لك وشكرا للبرنامج على هذا الاهتمام الذي تعودنا منكم دائما بالرياضة والرياضيين. طيب نحن خلينا كذا نكون نتحدث بشفافية. في حقيقة الأمر نحن نقدر مجهودك أنت أستاذ فرحان كرئيس لتحرير جريدة يمن سبورت والجهود اللي تبذلها في أكثر من إطار، لكن دعنا نتحدث عن الاستفتاء، وكنا نتمنى أن يكون هذا الاستفتاء عن العوامل التي أدت إلى هذا التراجع المخيف في مستوى كرة القدم اليمنية. عن أي نجومية نتحدث في الاستفتاء ونحن نقبع في المركز 140 في التصنيف الدولي للفيفا قبل الصومال وجيبوتي؟ في البداية أنا سعيد أن يأتي الحديث عن استفتاء يمن سبورت بعد التقرير الجميل الذي أعدى الزميل علي فضل علي عن جائزة الفيفا فرنس فوتبول أفضل لاعب في العالم. الاستفتاء هو تقليد في كثير من دول العالم تقوم بوسائل الإعلام ومراكز البحث والاتحادات المعنية لاختيار النجوم، وهو عامل من العوامل المساعدة على تطوير كرة القدم في أي بلد من البلدان. لا يعني تأخر المستوى وتأخر التصنيف أن نهجر أو أن نغفل مسألة التقييم واختيار الأفضل. اختيار الأفضل والتقييم يساعد إلى حد ما في أن الكرة اليمنية تستعيد أو أنه تكون أو أنه تحاول أو تبحث عن خط البداية للعودة إلى مستواها السابق. التأخر له أسبابه وهي معروفة وكل الناس يدركون ذلك، ونتمنى أن يدرك الجميع أهمية العودة إلى سابق العهد أو إلى البداية الصحيحة إن شاء الله. يا أستاذ فرحان منتصر، الجماهير الرياضية تعول عليكم كثير كصحفيين ونقاد، ونريدكم أن تقفوا أولا على كلمة سواء. أنتم كإعلاميين أنتم مختلفين اختلاف كبير جدا، لا يوجد هناك تناول صحيح للواقع الرياضي، يعني هناك مهادنة واضحة مع القيادات الرياضية المختلفة. يعني العملية الإعلامية هي عمل تكاملي بين وسائل الإعلام المرئي والمقروء والإعلام الإلكتروني. نحن يجب أن نقوم بدورنا وأنتم كذلك يجب أن تقوموا بدوركم، وأن يتحول دورنا إلى نقوم بالدور الذي سيشكل رائعة ضاغط باتجاه الاهتمام بالرياضة من قبل الدولة ومن قبل الجهات المعنية. نحن حديثنا اليوم على الاستفتاء، وهذا الاستفتاء الذي تقوم به يمن سبورت، وهي كما نعلم جريدة إلكترونية تقوم بجهد شخصي، يعتبر دور أو محاولة أو يعني خطوة من الخطوات الصحيحة باتجاه هذا الجانب. أنتم الآن تقومون بعمل جيد من خلال أو في الأيام والفترة الأخيرة بدأتم تقوموا بعمل جيد بتسليط الضوء على بعض الألعاب وعلى العديد من النجوم وعلى بعض المشاكل اللي تخص الرياضة. أستاذ فرحان، أستاذ فرحان، لا يعني الاختلاف. أستاذ فرحان لو سمحت لي، أستاذ فرحان لو سمحت لي يا أستاذ فرحان، نحن نعيش واقع رياضي مزري، ومن العيب أن نتحدث عن نجوم رياضة يمنية في ظل هذا الواقع. يجب علينا جميعا أن نعمل لإصلاح الخلل الموجود في الواقع الرياضي ثم نتحدث بعد عن الإنجاز. نحن نقبع في الموقع 180 في التصنيف الدولي للفيفا، ونتحدث عن نجومية ونجوم دوري مهترئ وظروف رياضية هشة، ونتحدث عن نجومية واستفتاء. أي كلام هذا يا سيد؟ ونحن انما نقوم بهذا الاستفتاء الجماهيري من باب تحويز الناس على متابعة الكرة اليمنية وعلى متابعة الرياضة اليمنية. لا يمكن ان تنشأ رياضة ما لم يكن هناك جمهور، ولا يمكن ان تتطور رياضة ما لم يكن هناك نجوم. العملية متكاملة ومترابطة، ولا يعني ان الرياضة اليمنية ليس لها نجوم. نحن نبحث عن النجوم في اليمن، ودائما حتى بين السيئين في افضل السيئين، ونحن نبحث عن هذا الافضل حتى نقدم للجمهور وفق آراء الجمهور وليس اختيار مزاجي. نحن لم نسعى الى نحن نظهر يا استاذ فرحان او ان لو سمحت لي، هي عمليه قمنا بها لو سمحت لي يا استاذ فرحان، آراء الناس وآراء الجمهور، وكان في مشاركه طيبه. هذا يدل دلاله واضحه على ان هناك امكانيه لان تستعيد الكره اليمنيه مكانتها، وهذه محاولة نحن نقوم بها ونتمنى أن نتاب عليها بالشكر وليس باللوم. لو سمحت لي، حتى عملية الاستفتاء نفسها
عندما تكون على المستوى الجماهيري يكون فيها تعصب أعمى. يجب أن يكون هناك نقاد ومدربين وفنيين يتناولوا عملية الاستفتاء، لكن عندما نتيح الفرصة للجماهير. وهذه مهمة يفترض أن تقوم بها المؤسسات الرسمية، الاتحاد اليمني لكرة القدم والجهات الرسمية القادرة على ذلك، لأن لديها إمكانيات. يفترض أن يكون للاتحاد اليمني تقييمها سنوي من خلال استفتاء فني، ويشارك فيها اللاعبين الأبرز ويشارك فيها المدربين والناس الخبراء في هذا الجانب. هذه مسألة صحيحة، وأنت تركت جانب مهم في العملية الرياضية والعملية الكروية، هي القائمة على الاتحاد اليمني لكرة القدم، وهو معني بذلك ومعني بالتقييم ومعني بالاختيار ومعني بالتكريم. نحن كوسيلة إعلامية خاصة أو يعني حاولنا أن نقوم بهذا المجهود من خلال الجماهير، نجحنا إلى حد ما. ليس لنا هناك من يدعمنا ولا نفكر بالحصول على يعني دعم من أحد، هذا جهدنا الذي نقوم به، وكانت محاولتنا واضحة والناس تتفاعل معها بشكل جيد، ونتمنى أن نطورها في المستقبل. إنما ما طرحته أنت يظل شيء صحيح وشيء مطلوب، ولكن من الجهات الرسمية التي عندها إمكانيات. أستاذ فرحان، نحن نتمنى أن تصب جهود كل الصحفيين والإعلاميين في إطار انتشال الواقع الرياضي وتصليح الاعوجاجات والخلل الموجود في هذا الاتجاه. على العموم الأستاذ فرحان منتصر رئيس تحرير جريدة يمني سبورت الإلكترونية، شاكرين لك هذه الإفادة، نتمنى أن نلتقيك في مناسبات أخرى. بهذا حياك الله دكتور عبد الرحمن، شكرا لك وشكرا للزملاء في البرنامج والأخوات في قناة علم، ونلتقي إن شاء الله في البرنامج. شكرا لك. بهذا نأتي وإياكم مشاهدي الكرام إلى